في هذا الفصل بالذات مارك مانسون هضر على موضوع من اخطر المواضيع اللي كنعيشوها في حياتنا، وهذا الموضوع بالذات غيبرد الخاطر لبزاف منكم، حيت حتى نتوما غتكونوا بحالي كتعرفوا بحال هاد الناس اللي هضر عليهم واللي جسدهم في هذا الفصل بشخصيه جيمي. كيقول كنت كنعرف واحد الشخص سميتو جيمي، طبعا هذا اسم مستعار وماشي الاسم الحقيقي ديالو. المهم كيقول ان جيمي كان دائما ايجابي، وإلا سولتيه اش كدير في حياتك كيبدا عليك انا هو المستشار ديال الشركات الفلانيه، ولا يوصف لك شي دواء هو اللي مختارعو كيتسنى غير المستثمر باش يمولو ليه، ولا يهضر لك على شي مناسبه خيريه هو اللي غيكون المتحدث الرسمي فيها. كيقول مارك هاد جيمي هذا ديما مشغول ومن بلاصه لبلاصه، وإلا حاولتي تهضر معاه غير شويه يبدا عليك بكلام على النجاح ديالو والعبقريه، ويبدا يدوخك بالاسماء ديال الناس المهمين اللي كيعرف. كيخليك تحس براسك كتهضر مع اعظم الشخصيات اللي شافتهم البشريه. كان ديما ايجابي ونشيط ومشغول، كيبان لك بحال الا كيحقق الاهداف ديالو. وفي الحقيقه كان جيمي شخص فاشل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. قوه البلابلا والهضره الخاويه والافعال والو. سكيري كيبات في البيران وكياكل في الريستورات الغاليه، كيخسر فلوس اكثر من داكشي اللي كان ممكن يطبق به ديك الافكار اللي عنده، وكان غير فضولي ومتطفل كيعيش بالفلوس ديال عائلته اللي داروهم من تماره. كان كيضحك على اللي باقي من عائلته كيف ما كيضحك على اي واحد كيعرفو بالافكار المزوره على الامجاد ديالو في بزاف ديال الميادين. ولا يهز التليفون ويدير راسو كيهضر مع شي شخصيه مهمه ويبدا يقول في الاسماء اللي كيعرف الشخصيات المهمه. كيقول المصيبه الكبيره انه كان كيسحاب ليه باللي هو بصح ناجح ومتيق الكذبه، وباللي هو اللي عنده الحق وتيق في راسو. هنا مارك راه كيهضر على شخصيه كاينه بصح ماشي خيال، واكيد حتى نتوما كتعرفوا بحال هاد الناس. كاينين الناس كيسحاب ليهم راسهم شي حاجه وحاسين بحال الا كيطيروا وماشي كيتمشاو بحالنا على الارض، وفي الحقيقه هما راه مساويين حتى بصله، وغنكون ظلمت البصله حيت البصله ولات غاليه. المهم مارك كيقول الا فيك خير سير وقول لي هاد الحقيقه المره، ولا قول لي راه واخا كيسحب لك راسك ناجح راه عندك بعض الاخطاء خصك تصححهم، غينوض عليك القيامه وغيطلعك حاسد وحقد عليه وكتغار من النجاح ديالو حيت انت فاشل. وإلا زعما تجاهد معاه في الافكار ديالو غيديرك في الليسته ديال الناس اللي حاقدين عليه وما بغاوش ينجح حيت هما فاشلين، يعني بلا ما تحاول تهضر معاه حيت هو مؤمن بالقدرات ديالو والنجاحات ديالو. كيقول مارك يمكن كان متاثر بديك الموجه اللي دازت في الستينات على تطوير الذات، حيت في ديك الفتره كان معروف كيشارجيوك بالافكار الايجابيه وباللي ديما عندك الحق وما كتغلطش كيف ما كنتي واخا تكون فاشل وغير كتكذب على راسك كتصدق متيق الكذبه وعايش فيها بحال جيمي المريض في عقله. ديما كان كيعتقد انه ناجح 99.9%. كيقول تطوير الذات الحقيقي هو اللي خاصو يخليك بصح تشوف الافعال ديالك وتحسن من راسك وتعترف بنقط الضعف ديالك وتحسنها وتطورها باش في الاخر تولي الافعال ديالك ناجحه بصح على ارض الواقع. تطوير الذات الحقيقي هو اللي خاصو يخليك تشوف السلبيات ديالك قبل من الايجابيات اللي فيك، هذا هو تطوير الذات. اما هذاك اللي كيخليك تشوف غير الحوايج الزوينه فيك بوحدها وتحس براسك احسن من كل شيء راه ما تطوير الذات من لعبه. وبحال هذا غيخرج لنا غير بحال جيمي اللي مؤسس شركات غير في دماغه وفي الاوهام ديالو وكيتعاطى المخدرات كل نهار واللي ما عنده حتى صنعه ولا حرفه من غير انه كيمدح في راسو ويقنعها بالكذوب ديالو. كيقول مارك ولكن ضروري ان الحقيقه غتبان في واحد النهار، وواخا يبقى جيمي كيسحب راسو ناجح غيجي الواقع ويطرشو بغا ولا كره. وحتى نتوما غتكونوا كتعرفوا بحال هاد الناس، راجل ولا مرا كنتي خدام عنده او صاحبك ديما عاجبو راسو وهو اللي ما كيغلطش، وتقدر تسمح في ديك الخدمه وتخليها ليه. عندكم توليو بحال جيمي، اولا كما كيقول مارك مانسون رد البال تولي كتسحب راسك استثنائي ما كتغلطش ديما ناجح ما عندك مشاكل ما عندك سلبيات، عندك تولي نسخه من جيمي. هو صراحه قال بزاف ديال الافكار في هذا الفصل وتفلسف شويه، ولكن كاختصار الحاجه المهمه اللي قالها في هذا الفصل ان الاستثناء هو سلاح ذو حدين، اما يسحب لك راسك شخص رائع وكتستحق معامله خاصه والناس الاخرين عاجزين وما عندهم حتى قيمه، ولا يسحب لك راسك عاجز وما عندك حتى قيمه والناس كاملين مزيانين وعندهم قيمه وانت راه خاصك واحد المعامله خاصه. اما تكون كتظن انك احسن من العالم ولا العكس دي ان العالم كله احسن منك، فاذا كنتي كتسحب راسك ما عندكش المشاكل وكتهرب منها وتفاداها ما غاديش تقدر تحل ديك المشاكل، وبالتالي ما غتحققش الغايه اللي هضرت عليها في الفيديو اللي فات. واللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف الفيديو. المهم حنا هضرنا على الناس اللي بحال جيمي واللي مرض في عقلهم حيت عارفين حقيقتهم وكيديروا راسهم ما عارفينهاش. ندوزو للناس اللي العكس ديال جيمي، هما العكس كتشوف راسك بوحدك اللي مظلوم واللي عندك مشاكل ما كايناش في العالم وحتى واحد ما عنده بحالها وما يمكنش تحل اصلا،
وكتقول انا بوحدي اللي عايش هكا وحياتي معقده، وواخا نحاول ننجح كلشي غيكون واقف ضدي من دون الناس. كيشوف الناس اللي نجحوا داروا مستقبلهم وكيقول لهم راه نجحوا حيت ما عندهمش المشاكل اللي عندي، هما موفر لهم كلشي. قال لك الا كنتي بحال هكا فراه بحالك بحال جيمي، غير نتوما متعاكسين. صراحه واخا نكون ماشي بحال جيمي، ولكن بعض المرات من مشاكل الحياه كنميلوا للعكس، وهذا الشيء بصح راه خطير. حيت ملي كتولي هكا كتستسلم وما كتحاولش تنجح وتطور من راسك. خاصنا نكونوا متاكدين ان كل مشكله عندها الحل، ماشي نقولوا راه المشاكل كاينه غير عندنا حنايا وراه حنا عندنا عقبات وحنا ما يمكنش لينا نحلوا المشاكل ديالنا. كل شيء ليه الحل، ونتاكدوا ان المشكله اللي دازت علينا دازت على الملايين البشر من غيرنا، ولا راه باقيين كيعانيو منها. ممكن تكون كتعرف ناس كيعانيو من نفس المشكله وما عرفش مشاكلهم. وكما قلنا في الفيديو اللي فات، كل واحد غيوصل حقه من المشاكل واخا راه ماشي بنفس الالم. ومن بعد هضر مارك مانسون على الاستثنائيه اللي كتوقع على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. كيقول غير تحل التليفون كيبانوا لك رجال الاعمال والاثرياء والناجحين اللي فعلا هما بصح راه وصلوا وكيتعتبروا استثنائيين. حتى كيولي يسحب لك راسك الا ما كنتيش استثنائي، يعني الا ما كنتيش خارق للعاده من دون الناس في شي حاجه فراك فاشل. وهذه النظره راه خاطئه، حيت ماشي ضروري تكون استثنائي. كيقول العكس، طبيعي في الحياة هو أنك تكون إنسان عادي. وواخا هو راه متفق مع أن كل إنسان من حقه يكون استثنائي في مجال معين، حيت راه مستحيل تكون كتفهم كل شيء وواعر كل شيء. ممكن تكون ناجح في شي حاجة والحاجة الأخرى عادي فيها، أو لا تكون أقل من العادي. يعني إذا كنتي استثنائي في شي مجال راه حاجة مزيانة، ولكن إذا ما كنتيش فراك عادي ماشي فاشل. يمكن حيت انا بغيت نكون استثنائيه كيبان ليا بلي خاص كل واحد فينا يكون استثنائي في المجال اللي كيعجبو، وان شاء الله نحقق هذا الامل هذا ونولي استثنائيه في المجال اللي كيعجبني حتى انا. غادي نلخص لكم هذا الفصل في هذه الجمل. وياك تكون بحال جيمي، رد البال، لا تكون انسان ما كيشوفش المشاكل ديالو، الحاجه الخايبه فيه ما كتبانش ليه كينكرها. المشاكل ديالك الا نكرتيهم والجوانب السلبيه ديالك الا نكرتيها، هذا الشيء غيمنعك انك تحلها، والا ما حليتيهاش ما عمرك غتقدم في حياتك. ثانيا، تاكد انه راه سواء كنتي بحال جيمي او العكس فراك غلط. ما تشوفش راسك فوق العالم ولا تحت العالم، تاكد انك انسان طبيعي والمشاكل ديالك راه طبيعيه، وبزاف الناس عندهم نفس المعاناه ديالك ونفس المشاكل. كاين اللي داز منها وكاين اللي باقي عايشها. وكما قال مارك مانسون، انت ماشي انسان خاص ولا متميز، وماشي بالضروره تكون استثنائي باش تكون ناجح. يقدر تكون عادي وطبيعي، وهذا ما كيعنيش باللي انت راه فاشل. بلا ما يقنعك شي واحد ويقول لك لا راه الا ما كنتيش استثنائي راك فاشل، تاكد انك انسان طبيعي. ما تنساوش تقولوا لي في الكومونتير شحال من جيمي كتعرفوا في حياتكم. حتى لهنا غنكون ساليت الجزء الثالث من كتاب فن لا مبالاة. نتلاقاو في شرح الجزء الرابع ان شاء الله. فإلا عجبك المحتوى ديال القناه وكنتي كتبغي تقرا بلا ما تقرا، شارك في القناه وبارطاجي مع اللي كتعرف محتاج لهاد الفيديوهات. سالات جرعه اليوم، نتمنى انها تكون مفيده لكم. شكرا على المشاهده وشكرا على وقتكم اللي ما كيتقدرش بثمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.